هلا وشلونكم؟ وصفة كوردون بلو دجاج من الوصفات الكلش طيبة، يعني صدق الطعم يسولف. اليوم سويتها على أصولها، طبقوها راح تصير عندكم إدمان. هذا هو صدر الدجاج بهالشكل هذا. راح أحاول أفتحه من الوسط بس بدون ما أقطعه، أخلي عليه ورق زبدة وأبلش بالمطرقة أدقه. طلعوا كل طاقتكم السلبية بالدق، بس انتبهوا بدون ما ينشقق صدر الدجاج. أرش عليه ملح وفلفل أسود. بعدها راح أحضر الحشوة. بمقلاة ضفت مكعب زبد وضفت البصل والثوم وفلفل ألوان والفطور متروم ناعم، عليهم رشة ملح وفلفل أسود ورشة هيل. تجهز عندنا الحشوة. هسه خليت نايلون وخليت صدر الدجاج وضفت شرايح من الجبن، شرايح من المرتديلا والحشوة ولفيتها. راح ألفها بالنايلون كل الزين وأغلقها من الجهتين وأخليها بالثلاجة مدة ساعة حتى تتماسك. راح أسوي الصوص الأبيض عبارة عن مكعب زبد وفطر، ملح وفلفل أسود وكريمة طبخ ويجهز عندي. راح أسوي تمن امباير بازل، مي مغلي، ضفت له ماجي وملح، فلفل أسود وهيل ونصفي. هنا سويت خليط التغطية عبارة عن كورن فليكس بمحضرة الطعام من فكير، طحنته. الطحين ضفت له ملح وفلفل أسود. هسه نبلش طحين، بعدها بالبيض، بعدها بخليط التغطية. القلي أنا خليته بزيت غزير وحامي نصف المدة، تقريبا 10 دقائق على نار هادئة متوسطة. بعدها حولته على قلاية الهوائية حتى نضمن يستوي الدجاج بالكامل.